فلذلك كان الهدف اتحاد النقابات هو تمثيل فئات مختلفة من المجتمع. في نقابات فلاحين، نقابات عمال، نقابات يعلمين، نقابات محامين، مهندسين، صيادلة، كتير جدا من أعضاء النقابات موجودين في وسطنا. فبالتالي البرلمان لازم يمثل جميع فئات المجتمع، من مهنيين وفلاحين وعمال ورجال اعمال ومرأة واقباط وكافة الفئات. انا بلف دلوقتي على الكافيهات والقهاوي عشان اوصل صوتنا او صوت المرشحين، لان بصراحة فترة الدعاء قليلة جدا، 3 اسابيع. اضحك عليهم يلا صابر اللي نازل 39 اسم. انت قبل ما تنزل تبص على البنرات هتبقى محتار مين ولا مين ده ولا مين ده، مش هتعرف تختار يعني كده يعني. فكانت بداية كنت بدأنا ننزل، يعني بدأت اتواصل مع الناس على الفيس، قلت يمكن اوصل صوتي او اوصل افكاري للناس، بس كانت فئة معينة هي اللي بتوصل لها الافكار دي. بعد كده قلنا بدأت فترة الدعاية ننزل بالبنرات، ننزل لقيت الدنيا دوشة جدا ومش عارفين نوصل للناس او نحسسهم بينا يعني. فلقيت طريقة معينة او لقينا طريقة للمندوب الدعاية بتاعي سامر، كانت الطريقة ان احنا نوصل للناس بأقل تكلفة، ان احنا نلف على الناس ونكلمهم مباشرة كده. بصراحة الانتخابات الجاية دي انتخابات مهمة جدا، لان مفيش حزب حاكم هو اللي مسيطر وبيقول ان العضو الفلاني تبع الحزب الفلاني هو ده حزب الدولة. الرئيس مش محدد اي حزب منتمي ليه، فبالتالي مفيش، كل الاحزاب وكل الفئات شبه بعض، مفيش اي حاجة ولا في جماعة معينة بتحشد مفيش الكلام ده خلاص، كل الناس نازلة المرة دي زي بعض. زائد ان الانتخابات نفسها فيها اشراف قضائي كامل، اشراف جيش وشرطة، يعني احنا هنروح واحنا امنين على انفسنا واحنا بننتخب، محدش يقدر يهددنا، في جيش وشرطة واقف على الباب، اللي هيقول بم كده مش هيلاقي نفسه يعني. وفي انتخابات عادلة، يعني اللي بيخش بيدلي بصوته بكافة الديمقراطية، يعني هتدلي بصوتك محدش هيشوف انت بتعمل ايه. فلذلك انا بنزل وبدعو الناس، عشان يختاروا بجد اللي يمثلهم. طب انا اخلص كلامي وبعدين اصل في اسئله كتير بصراحه ما انا مستنياكم. بدعو الناس ان هي اللي يمثلها يبقى شبهها. يعني ايه شبهها؟ يبقى مننا، حاسس بينا وحاسس بمشاكلنا وحاسس بالحياة اللي احنا عايشين فيها، بالغلا اللي احنا عايشين فيه، بالبطالة، بالمعاشات اللي قليلة، بالمرتبات اللي قليلة، بحاجات كتير جدا احنا عايشين فيها، وعايزين نوصل صوتنا للمسؤولين، او عايزين نسائل المسؤولين، مش نوصل صوتنا بس، احنا عايزين نسائل المسؤولين. لازم يبقى عضو النواب بتاعنا ده عضو احنا بنديله شرف اصواتنا، بينوب عننا في ان هو ياخد حقنا او يطالب بحقنا او يسائل عن حقنا. فالعضو ده عشان انا اديله شرف صوتي لازم يكون هو قد المسؤولية، مش بفلوسه هديله صوتي، مش بدعاياه هديله صوتي، لازم فعلا يكون في وسطينا وحاسس بينا وحاسس بمشاكلنا. وده انا بدعوكم ليه، ان احنا نحسن الاختيار، مش شرط مروه ضياء، يعني انا ما بدعوش لنفسي بس، اللي انت شايفه كويس عندك 3 مقاعد بس تمثيل جيد للبرلمان. لازم نمثل كافة الفئات، لازم نمثل كافة الفئات اللي تقدر توصل المشاكل بتاعتي. ده بالنسبة للدعوة بتاعتي ليكم ونزولي للشارع، ان انا بدعوكم ليه، ان انا بدعو ان الانتخابات دي نزيهة، اختيارنا لازم يمثلنا، ولازم الشخص اللي احنا نختاره يبقى حاسس بمشاكلنا وحاسس باللي احنا بنعانيه ومتفاعل معانا. بعد كده هقول لكم حاجة مختصرة عن البرنامج الانتخابي بتاعي، هو 3 نقاط تقريبا واطول من ذلك يعني، بس انا عشان اختصر عشان اسيب فرصة لحضرتك تسأل واي حد عايز يسأل. رقم 1 عندي البطالة، بس مش هوعدك ان انا هوظفك توظيف حكومي، لان الحكومة اتجاهها دلوقتي ان هي ما توظفش حد، بل بالعكس بتعمل غربلة للسلك الوظيفي كله.
المكتب عندك مكتب اي مصلحة حكومية بيبقى فيها 10 15 شخص، بتخش ما بتلاقيش واحد فيهم بيشتغل شغلانه. دي اسمها بطالة مقنعة، يعني انا بوظف ناس اسمهم موظفين لكن ما بيعملوش، انا بعتبرها بطالة مقنعة. لذلك الدولة برضه اعتبرتها ذلك وبدأت تقلل من عدد الموظفين. لذلك اللجوء بقى للبطالة حلها ايه؟ ان احنا نتعامل او الدولة تدعم المشروعات الصغيرة اللي الشباب يشتغل فيها. يعني ايه مشروعات صغيرة؟ مشروعات صغيرة كتير، ممكن تبقى مشروعات صناعية، ممكن تبقى مشروعات زراعية، بس التخطيط فيها لازم يكون سليم. التخطيط ليها لازم الدولة تبقى عاملة هي احتياجات السوق ايه من زراعة وصناعة، من زراعة وصناعة. احنا دولة نقدر نزرع ونصنع، الاحتياجات ايه، المشروعات ايه، وتحددها وتحدد كيفية صناعتها. يعني لو منتج تجيب تجيب المادة الخام وتجيب الآلة او تجيب المعدة والشاب ياخد المعدة او الآلة، ده لو كانت في الصناعة، وتدربه عشان يطلع منتج جيد وهي اللي تسوقه له كمان. يبقى انا اول حاجة في النجاح هو التخطيط. عشان انا اعمل مشروعات صغيرة مش مني لنفسي اعمل مشروعات صغيرة، لازم الدولة تحدد هي عايزة تعمل ايه في البلد او السوق محتاج ايه في البلد. احنا بنستورد قلم الرصاص، بنستورد سجادة الصلب، بنستورد حاجات كتيرة احنا ممكن نعملها. فيعني حرام ان احنا نستورد الحاجات دي، وحاجات بسيطة جدا. ده لو واحدة بنت قاعدة في بيتها وممكن تعمل آلة معينة او تعمل منتج سجاجيد الصلب ويتم تسويقه، يعني ده حاجة بسيطة. انا بتكلم عن ابسط حاجة منسوجة ايه، وتشغل الفتيات اللي قاعدين في البيت بدل ما يطلعوا يبهدلوا بره، صح ولا ايه؟ ده اقل حاجة. عندك الزراعة لازم الدولة تبقى محددة هي محتاجة ايه. انا دلوقتي بستورد قمح، هل انا مش قادرة ان انا ازرع؟ لا، ده ما انا عندي الصحراء الغربية. انا قعدت مع مهندسين زراعيين، الصحراء الغربية دي لو احنا فعلا اعتمدنا عليها، بس الدولة حفرت لنا الآبار واعدت اماكن للشباب ان هم يعيشوا في حياة كريمة هناك، وحفرت آبار وعملت اعداد لمدينة معينة زراعية، مدينة زراعية، وبدأت تنقل الشباب ويزرع بجد. صدقوني هنكتفي بالقمح بتاعنا ومش هنستورد، وهنوفر عملة صعبة وحاجات كتير. لو الدولة بس فكرت وخططت، او احنا اتحدنا كده وعرفنا احنا عايزين ايه وخططناها، هنلاقي كل الشباب عندنا كل الفتيات بيشتغل من غير ما نلجأ ونقول احنا مستنيين السلك الوظيفي او الحكومة. ده بالنسبة للبطالة. اهتمام بالتعليم الصناعي. التعليم الصناعي مختصر المفيد، كان في مشروع اسمه مبارك كل، كان بياخد الطالب وبيحطه في مصنع 3 ايام بيشتغل وبياخد اجر على شغله، منه تدريب ومنه بياخد ايه، بيشتغل بياخد فلوس. ده خلى الناس تتجه لمبارك كل. التعليم ده كان جيد جدا، بس للاسف جه في الاخر وفشل. ما بقاش فيه تدريب، ما بقاش فيه فلوس تندفع، المبالغ اللي كانت محدده للمشروع ده وقفت خلاص. فلذلك انا بلجأ برضه للتعليم الصناعي، هو التدريب. اهم حاجه ان انا اطلع للسوق ايادي مهره. يعني ايه؟ الطالب اللي بيطلع عندي من التعليم الصناعي التعليم الزراعي يكون قبل ما يطلع طالب مش عارف المهنه بتاعته او القسم بتاعه، لازم يكون هو متدرب جيدا بحيث ان هو يواكب او يبقى مناسب للسوق المحلي، بيعمل في السوق المحلي ويعمل في السوق الخارجي. ده بالنسبه برضه للتعليم الصناعي. في حاجات كتير برضه بالنسبة لقانون المحليات، في ان احنا محافظة منغلقة، فبالتالي لازم يبقى في عندنا امتداد صحراوي، لان لو عندنا امتداد صحراوي هنعمل مناطق سكنية ومناطق صناعية ومناطق للعشوائيات، لحل العشوائيات، في مناطق كتير. ده بالنسبة للبناء بتاعي بالاختصار عشان ما اطولش عليكم، بس لو محتاجين اي سؤال مني ممكن انا مستعدية يعني. دلوقتي عدى سنة من تساوي الرئيس، انا عايز اعرف ايه رأيك في الحكومة اللي موجودة دلوقتي، وايه رأيك في تعويم الجديد؟ طبعا لازم انت حضرتك تشتغل وكل حاجة، انا عايز اعرف ايه رؤيتك وايه اللي احنا هنقدر فعلا نعمله. بالنسبة للرئيس والحكومة، طبعا الحكومة احنا مش راضيين عن عملها،
بس اقول لكم حاجه برضه، هو الرئيس هيشتغل في الخارج ولا في الداخل؟ لازم مجلس نواب يتابع الحكومه. الوزير الفلاني اهمل في الشيء الفلاني، مين اللي هيحاسبه؟ احنا كمجلس نواب لازم يبقى صوتنا هو اللي يحاسب، هو اللي هيطلب طلبات احاطه، يبقى لازم في مجلس نواب يحاسب. انا مش راضي عن الحكومه الحاليه ماشي، بس ايه السبيل اللي انا احله؟ إذا مجلس النواب هو القادر على محاسبة الحكومة. وخلي بالكم إن في بند في الدستور، في بند مهم جدا لازم نتكلم عنه، اللي هو تضارب السلطات أو اشتباك السلطات. يعني في بند بيقول لك إن الرئيس يعين عدد معين من الوزراء ومجلس الشعب. أنا رافضة على فكرة إن مجلس الشعب يعين حد من الوزراء، لأن المجلس عشان يعين حد من الوزراء فهيبقى تبع التكتلات. يعني في تكتل معين في مجلس الشعب او مجلس النواب هيطلع وزير. يعني مثلا الحزب الفلاني اختار وزير الماليه وقال انا وزير الماليه لازم يطلع من عندي من الحزب. هل تعتقد ان الحزب الفلاني اللي هو ممثل داخل البرلمان واختار وزير معين، هل تعتقدوا ان هو هيبقى حريص ان هو يحاسبه ولا مش هيحاسبه؟ انا في اعتقادي ان الحكومة دي مسؤولية الرئيس ان هو يعينها واحنا نحاسب. يعني ايه نحاسب؟ اللي يقصر احنا مسؤولين عن ايه؟ عن محاسبته. لكن كفردك انا برشح حد، معلش برضه هتخش فيها معلش او فيها التعتيم او فيها، انا مش مسؤولة عن تعيين حكومة، بس انا مسؤولة عن محاسبة حكومة وسحب الثقة من الحكومة، دي مسؤوليتي. لكن ان انا اعين حكومة يبقى انا ايه؟ بحب يعني انا بدأ هنا هيبقى فيه تضارب في المصالح وهتخش حاجات وحشة كتير في الموضوع هتقفل. يعني هتخلينا ايه؟ الحزب المعين لازم يبقى ليه كتلة معينة، لازم ياخد وزارة الفلانية، الحزب المعين ليه كتلة معينة او الفريق المعين ليه كتلة معينة ياخد الوزارة الفلانية، وكل واحد بقى هيستخسر بايه؟ بوزارة. وهنيجي بقى في المحاسبة محدش هيحاسب حد، لان احنا بقينا مشاركين في الحكومة. مجلس النواب ده مجلس لينا احنا، يشوف مشاكله والوزير المقصر يسأله. لكن لو احنا بنعين الوزراء يبقى مش هنسأل حد. فدي نقطة مهمة برضو كنت احب اقولها. كنت انت قلت لي حاجة ثانيه. البنك المركزي النقد الدولي، تعويم الدولار وكل ده، انتوا عارفين المشكلة في ايه؟ هي الميزانية بتاعت الدولة فيها تخبط شوية. احنا كان عندنا سياحة بتدخل لنا دخل بيخش في الميزانية، وكانت الضرائب وكانت حاجات مختلفة. كل ده بدأ يقتصر، بقت ميزانية الدولة ضعيفة. والحفاظ على الدولار اللي داخل، طبعا السياحة كانت بتدخل دولار وبدأ عدد الاستيراد بتاعنا اعلى. الحكومة عملت كذا حل في المشكلة دي. يعني عملت مثلا للمستورد ان هو مقدار معين 10,000 دولار في اليوم مثلا، فبدأ المستورد الصغير يعمل زي ايه؟ استفاقة على القانون، وبدأ يعمل زي ايه؟ تجار الشنطة كده بس من خلال استيراد. يعني عمل استفاقة عن القانون، ودي كانت مشكلة برضو تانية. الحل بصراحة انا شايفة ان الحل ان احنا مش الدول العالمية او اللي بيحاربونا في موضوع السياحة ماشي اوكي، احنا ممكن نعمل حاجة تانية. ممكن يبقى عندنا زراعة نعمل اكتفاء ذاتي عندنا، ممكن يبقى في صناعات بسيطة نقلل من صادراتنا شوية. هي دي الحلول اللي قدامنا، لان احنا محاربين من جهات كتير. فلازم احنا نبدأ من نفسنا. احنا لازم زي ما بقول انا شعاري حان وقت العمل. احنا فعلا لازم نشتغل بجد، احنا فعلا لازم يكون عندنا هدف ونبدأ من نفسنا. ان احنا كل واحد فينا يعني يشتغل بجد ويشتغل بضمير ويشتغل. بس للأسف احنا زي ما بتقول الشعب المصري كويس جدا، بس هو عليه شوية تراب من كتر المشاكل وكتر الهم بس ان شاء الله هنبقى احسن. ودي رؤيتي بصراحة من الموضوع. ربنا يوفقك ان شاء الله وكلنا معاك. طبعا
طبعا وانا سعيده بالقاء معاكم، واتمنى من الله ان انا